الحلقة دي هيكون فيها مستندات حصرية لحضراتكم، كملوها معايا للآخر. محور المحمودية من أهم المشاريع اللي اتعملت في اسكندرية في آخر كام سنة، وده لأنه غير شكل التنقلات في المحافظة الساحلية اللي كانت بتعتمد بشكل كبير على محورين بس في الحركة المرورية، زي طريق الكورنيش وشارع أبو قير وامتداده شارع جمال عبد الناصر وشارع ملك حفني أو شارع مصطفى كامل. دلوقتي بقى في محور سريع بعرض اسكندرية كلها بيربط مناطق سكنية كتير فيها، لكن مع الاستخدام العملي وسرعة الطريق اللي كانت بتصل ل 90 كيلومتر في الساعة للسيارات الملاكي، حصل حوادث كتير ونتج عنها وفيات ياما. ورغم وجود كباري للمشاة زي اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي في الصورة، لكن كتير من المواطنين ما بيفضلوش استخدامه، يمكن نتيجة لارتفاعه أو بعده عن منطقة سكنهم. وبعض الكباري بقى بيأوي مشردين، وبقى فيه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بعض المناطق اللي الناس بتعدي منها بشكل مكثف جدا، زي منطقة الرصافة ومنطقة الحضرة. ده خلى وجود الحاجة لعمل مطبات في الأماكن دي، وطبعا المطبات دي بتأثر على سرعة الطريق اللي هو أصلا محور سريع بالأساس، وبتفقده الميزة اللي تم إنشاؤه عشانها. ده غير كمية الحوادث اللي قلنا لحضراتكم عليها، اللي المطبات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي وغيرها ما قدرتش تمنعها. وده خلى أصوات كتير تنادي بضرورة عمل إشارات مرورية على محور المحمودية، وخصوصا إن أهم محور مروري موجود في اسكندرية محور الكورنيش موجود عليه إشارات. وكمان تم تعديل السرعة القصوى للسيارات على محور المحمودية، المحور اللي منتشر عليه رادارات كتير. فركز معايا جدا في الحلقة علشان فيها معلومات تفيدك. إيه اللي تم في موضوع إشارات محور المحمودية بالمستندات، وإيه الإجراءات اللي هيتم اتخاذها الفترة اللي جاية، ايه المناطق اللي محتاجة لتدخل سريع لإنشاء إشارات مرورية فيها، وايه الإجراءات اللي تمت في الموضوع ده. كل دي تفاصيل تهم حضراتكم هنتكلم فيها النهاردة. ولو مهتمين تعرفوا كل حاجة بتحصل في اسكندرية أول بأول من أرض الواقع، ياريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل جديد. أنا أخوكم مراد محمود، ودي قناتكم تركاية وحكاية. الحكاية بتبدأ لما أصوات كتير نادت بعمل إشارات مرورية في أكتر من منطقة سكنية عالية الكثافة بطول محور المحمودية، وتحرك استجابة لطلبات المواطنين دي عدد من أعضاء مجلس النواب، ومنهم النائبة منى عمر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، اللي تفضلت مشكورة بتوجيه خطاب للسيد الفريق أحمد خالد محافظ اسكندرية بطلب الاستجابة لأهالي منطقة حجر النواتية لعمل مطب صناعي أو إشارة مرور على محور المحمودية أمام نزلة أبو سعدة لمنع الحوادث اللي بتتكرر في المكان. وتفضل السيد الفريق أحمد خالد محافظ اسكندرية بالرد على السيدة منى عمر من خلال إدارة الاتصال السياسي بالخطاب اللي قدام حضراتكم دلوقتي، بتوجيه موافقة السيد المحافظ إلى مديرية الطرق والنقل اللي هتقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتركيب إشارتين للمرور، واحدة في منطقة حجر النواتية وواحدة قدام شارع الشرقاوي بمنطقة الحضرة الجديدة. وبيتم كمان دراسة تركيب إشارة ثالثة لتقليل الحوادث، واللي قدام حضراتكم دلوقتي رد إدارة الطرق والنقل على إدارة الاتصال السياسي. وبناء عليه قامت النهاردة إدارة المرور مشكورة في تنفيذ والبدء في إنشاء أول إشارة على محور المحمودية، واللي بيتم تركيبها في منطقة حجر النواتية. كمان تم صدور قرار بتقليل السرعة القصوى للسيارات الملاكي على محور المحمودية علشان تكون 70 كيلومتر في الساعة بعد ما كانت 90 كيلومتر في الساعة. كل دي إجراءات لمحاولة التقليل من الحوادث اللي انتشرت على محور المحمودية الفترة اللي فاتت بشكل كبير. كمان نواب حزب مستقبل وطن عن دايرة محرم بيه النائب محمود قاسم قام بتقديم اقتراح لتركيب إشارات مرورية في محور المحمودية للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، واللي قامت بتشكيل لجنة لدراسة آلية التنفيذ. كمان النائب محمد جبريل قام بتقديم طلب إحاطة، وقام بتوجيه الشكر للسيد الفريق أحمد خالد محافظ اسكندرية على الاهتمام وبدء تنفيذ المشروع. مجهود كبير بذله نواب اسكندرية لمحاولة تقليل الحوادث اللي بتحصل بشكل كبير جدا على محور المحمودية الفترة دي، ويمكن كانت البداية في إشارة حجر النواتية واللي بيتم تركيبها النهاردة نتيجة مجهود السيدة منى عمر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، والمهندس محمد مجاهد أمين حزب حماة الوطن باسكندرية، وتضافر الجهود مع إدارة المرور ومديرية الطرق والنقل باسكندرية. وبنشكر من خلال حضراتكم السيد الفريق أحمد خالد محافظ اسكندرية على سرعة الاستجابة. بنتمنى الفترة اللي جاية نشوف إشارات جديدة يتم تركيبها في محور المحمودية، وخصوصا في منطقة محرم بيه زي منطقة الرصافة اللي فيها عدد كبير من المدارس والأطفال، ومنطقة راغب وبقية المناطق اللي كثافتها السكانية عالية. كل يوم في حكاية جديدة في اسكندرية لتطويرها وتحويل حياة مواطنيها للأحسن، ودورنا إننا نبين لحضراتكم الحكاية
وكمان التركاية اللي فيها. علشان كده لو حابين تتابعوا معانا كل جديد في اسكندرية تقدروا دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل جديد. وما تنسوش زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.